نريد أن نعذر أمام المواطن اليوم ونقول الخير جاي وما عندنا مشاكل وما عندنا قضية البطالة التي حولناها بكلمة بسيطة باحثين عن عمل، وسيظل الشعب العماني باحث عن عمل، والشعب العماني باحث عن عمل. بدأ راتب العماني في دولة خليجية ب80 ريال، ثم 120 ريال، ثم 140 ريال، ثم 200 ريال، لتستمر دائرة الفقر والعوز والديون على العماني. هذه هي تنمية الموارد البشرية. معالي الوزير سامحني، أنا أحترمك والله وأقدرك، بس كم مرة قلت المواطن ويتشرط، والمواطن ولم تضع يدك على الجرح أبدا، ولم تعالج المسألة إلا من جانب أحادي، وما نظرت إلا إلى المواطن الفقير. اليوم اللي وإذا كان عندك شجاعة مع الوزير، أتمنى قبل هذه الجلسة وقبل أن ينتهي من مداخلتي أن تفصح عن هذه الشركات، والأخوة الذين وعك الآن يسمعوا الكلام ويوافوك بهذا القائمة. وإذا ما قدرت أن تفصح فأنت مشارك في الفساد. إذا ما استطعت أن تفصح عن هذه الشركات وهذه المنشآت الفندقية التي لا تقدم لكم المطلوب فأنت شريك معهم. ولذلك نحن غير مستعدين مع الوزير أن تستمر في هذه الجلسة. إذا لم تفصح فمن الأفضل أن تغادر هذه الجلسة. احنا كفانا تنظير حقيقة، وكفانا أن يأتي الوزراء يأتون إلى هذا المجلس، يأتون إلى الشعب، يأتون إلى ممثلي الشعب. أما أنه أنا في الحقيقة